هذه قصة مليكة ضياء الدين، فنانة رائعة حاولوا إسكاتها، لكن صوتها بقي. كلمات من أغنية أيغورية شهيرة ولدت من الحب والحزن العميق. المرأة خلف هذه الكلمات هي مليكة ضياء الدين، التي كانت حياتها قصة عبقرية ومأساة. حتى بعد عقود من وفاتها لا يزال شعر مليكة حياً في أغنيتين أيقونيتين. أغانيها جسدت ألم شعبها وصموده، وصداها وصل من شينجيانغ إلى فنلندا. طيب، لنتعمق في القصة. عبقرية مليكة كانت واضحة جدا وهي طفلة صغيرة. كان عمرها 8 سنوات فقط، ونشرت لغزها الأول في صحيفة شينجيانغ اليومية. تطلب الأمر 2 سنين كاملتين حتى تمكن شخص بالغ من حله علنا، والجواب كان الجوز. ولما صار عمرها 10 سنوات دخلت امتحان لمدرسة كبار وجابت 98%، متفوقة على الجميع. وفي عمر 13 صارت مذيعة مسرح محترفة، كانت تخطف الأنظار بحضورها ونطقها المثالي. حضورها كان قويا لدرجة أن الجمهور كان يصفق بحرارة قبل أن تنطق بكلمة واحدة. بس خلف الكواليس كانت شخصية مختلفة تماما، سليلة قائد محارب بروح شجاعة وجريئة. وهذا يوضح التناقض الكبير بين شخصيتها الرقيقة على المسرح وقوتها الداخلية. بعدها في 1966 جاءت عاصفة الثورة الثقافية السياسية، وكانت مليكة من أوائل أهدافها. إذن النقطة الأساسية هي أن حياتها دمرت بشكل منهجي خلال سنوات قليلة فقط. استخدموا ضدها اتهامات كاذبة لتحويلها من نجمة محبوبة إلى عدوة للدولة. أخذوها في مسيرات مذلة بالشوارع وقصوا شعرها الطويل، إهانات علنية لا يمكن تخيلها. بعد الاعتقال بدأت الاستجوابات الوحشية. الهدف لم يكن جريمة ارتكبتها، بل إرث عائلتها. لكنها رفضت، وعقابا على تحديها تعرضت للضرب يوميا حتى انكسر فكها بسلك. في 22 يونيو عام 1970 وجدت جثتها على أرضية إسمنتية، كان عمرها 29 سنة فقط. حاولوا محو ذكراها تماما، صار اسمها مجرد همسة سرية، رمزا لوقت مظلم. بس ما قدروا يمحوا صوتها. أغانيها رجعت بعد عقود كأناشيد للأمل والذاكرة. هذا الرثاء القديم يلخص تماما مأساة جيلها الضائع. إرث مليكة يثبت أن الفن يعيش أكثر من الظالمين ويحمل الحقيقة عبر الزمن.